تحية أسبوعية أقدمها لكم أحبتي المشاهدين، أنا وزميلتي مها الصافي. شكرا زميلي حيدر، وأسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حصاد الرياضية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. احتل الدوري العراقي بكرة القدم المركز 11 في التصنيف الآسيوي المسابقات الأندية المحلية، ففي التصنيف الذي احتل الدوري العراقي المركز 11 مستفيدا من تأهل الزوراء والقوى الجوية إلى الأدوار النهائية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، واحتل الإمارات المركز الأول فيما حلت كوريا الجنوبية في الترتيب الثاني. من المؤمل أن يحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة بين أصدقاء نجمي المنتخب الوطني عماد محمد ونشأة أكرم بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. نجم المنتخب الوطني السابق عماد محمد أوضح أن الأموال هذه ستخصص لمرضى سرطان الأطفال بشكل كامل، وأضاف محمد بأنه سيغادر خلال الأسبوع القادم إلى إيران من أجل الاتفاق مع علي كريمي وعلي دائي بالحضور إلى العراق وخوض المباراة، فيما سيعمل نشأة أكرم على إحضار لاعبين من الإمارات وأبرزهم إسماعيل مطر وسبيت خاطر وعمر عبد الرحمن، فيما سيتكفل يونس محمود بإحضار لاعبين مميزين من قطر. من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عطان أن دورة الألعاب الأولمبية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية ستكون الأولى في تاريخ الرياضة العراقية. وأضاف عطان في اجتماع مع اللجنة التحضيرية للبطولة أن ذلك سيكون له جانب معنوي كبير على الشباب، لا سيما البطولة تتضمن مشاركة أكثر من 2000 رياضي ورياضية على صعيد 12 دولة أو لعبة فردية. وبين أن الوزارة ستوفر كل الأمور اللوجستية لإنجاح البطولة وبشكل احترافي، مبينا أن هذه البطولة ستكون بمثابة التحضير الأمثل قبل إقامة بطولات دولية في المرحلة القادمة. وصف مدرب المنتخب الأولمبي عبد الغني شهد مجموعة منتخبنا في نهائيات آسيا تحت سن 23 عاما المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في الصين بالصعبة. وقال شهد إن جميع المنتخبات التي تأهلت إلى النهائيات الآسيوية تتمتع بميزات خاصة وتضم في صفوفها نخبة من اللاعبين الجيدين الذين سيكون لهم شأن كبير في المستقبل القريب، لكن هذا لا يمنع رغبة منتخبنا الأولمبي في المنافسة على حظ اللقب برغم صعوبة المجموعة، مبينا إنه على معرفة تامة بمنتخبات مجموعتنا. هذا وأعلن الاتحاد كرة القدم عن تحديد 20 من تشرين الثاني المقبل موعدا لانطلاق دوري الكرة للموسم الحالي، مبينا أن عدد الفرق سيكون 26 فريقا بعد إضافة الصناعة والسليمانية. وقال المتحدث الإعلامي للاتحاد حسين الخرساني في حديث للعراقية الرياضية أن الدوري سينطلق في 20 من تشرين الثاني المقبل، فيما تسبقه في 27 من تشرين الثاني مباراة السوبر بين القوى الجوية والزوراء، مؤكدا أن الدوري سيكون بنظام المجموعتين بواقع 13 فريقا لكل مجموعة، وتخوض دوريا ذهابا وإيابا ليتأهل بطل كل مجموعة للمباراة النهائية، فيما يلتقي صاحب المركز الثاني لتحديد المركزين الثالث والرابع. يواصل فريق الزوراء بكرة القدم تدريباته في تركيا استعدادا لمنافسات الدور الممتاز. أكيد شرف لي لاعب أن يمثل هذا النادي، نادي كبير نادي الزوراء. إن شاء الله أحاول أنطي ما عندي في سبيل إسعاد الأمة الزوراء إن شاء الله، وأتمنى إن شاء الله من الجمهور دائما يعزرنا. الفريق يمر بمرحلة جيدة، بداية معسكر الحمد لله، صار اليوم أول يوم العسكر مع الفريق. أتمنى إن شاء الله اللاعبين والكادر التدريبي يستفادوا من هذا المعسكر، وأتمنى إن شاء الله لو وفقنا وتكون نتائجنا طيبة في بطولة الموسم إن شاء الله هذا الدوري. طبعا مثل ما تعرف دخلنا معسكر قبل يوم في مدينة أنطاليا التركية. دخلنا المعسكر وحدتين تدريبية صباحية ومسائية، وعندنا 3 مباريات تجريبية. إن شاء الله إن نكون يعني نقدم مستوى طيب يليق بكرة الزوراء، وشكرا. الحين بداية خير إن شاء الله على نادي الزوراء، على اللاعبين إن شاء الله، على الكادر التدريبي. من اللي نأمله من هذا المعسكر هو نخرج بشيء إيجابي إن شاء الله يليق بسمعتنا وبلاعبينا إن شاء الله.
جرينا اليوم وحده تدريبيه صباحيه ووحده تدريبيه مسائيه، واللي نطمح له هو انه نظهر بشيء يليق بينا ان شاء الله. يعني يوم امس كان وصلنا متاخر الى مدينه انطاليا، راح يبدا المعسكر ان شاء الله اليوم الوحده التدريبيه الصباحيه. بدا المعسكر فعليا هو من اليوم، راح يستمر المعسكر منا الى نهايه يوم ان شاء الله يوم 4 بالشهر. راح تتخلل هذا المعسكر 3 مباريات تجريبيه، راح طبعا مع وحدات تدريبيه صباحيه ومسائيه، وبناء على ما قدم الكادر الفني. اكيد هذا الاستعداد مالتنا هو يتلائم مع حجم المهمه الملقاة على عاتقنا في بطوله الدوري وايضا بطوله الكاس وايضا دوري ابطال اسيا. ونبقى مع الأندية المحلية، حيث يواصل فريق الطلبة بكرة القدم تحضيراته للدوري الكروي الممتاز للموسم الجديد بعد سنوات عجف عاشها الأنيق. مع أن تقترب البدايات حتى نرى الولوج نحو العلا يكون حاضرا لفريق الطلبة الذي يجهز بمرانه اليومي تحت كادر تدريبي محترف من أجل التأهب للموسم المقبل ومحو الصورة السيئة التي مر بها الفريق في المواسم السابقة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ننظر هذا الموسم بأداء غير، نتائج غير إن شاء الله، نعكس صورة إيجابية وصورة طيبة على فريق الطلبة وجمهور الطلبة. وإحنا أيضا كلاعبين مطلوب من عندنا أداء مضاعف خلال هاي السنة. مثل ما تعرف المواسم السابقة كانت بعض يعني المطبات موجودة، سواء بالأمور المادية بالأمور الفنية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نتوفق هذا الموسم، نعكس كلاعبين الحمد لله وشكر. يمكن كل الملتزمة بالوحدات التدريبية، احنا الحمد لله وشكر لاعبين على مستوى عالي، لاعبين التزام عالي. نطلب من جماهيرنا، نطلب منها تترك المشاكل. احنا نعرف طبعا كل المشاكل اللي تصير بينهم وبين الاداره، لكن هو بالنسبه كجمهور او كاداره ولاعبين ما حد يبقى، بس فقط يبقى نادي الطلبة. ما بين الخبرة والشباب يحاول الأنيق أن يطرق باب الاستقرار متعديا جميع الأسوار من أجل الاستمرار على نهجه اليومي واستذكار ما فاته من مواسم طوال لتكون الصورة مغايرة أمام الأنيق، سيما وأن الفريق يدخل موسمه بطابع الندية والإثارة. فريق الطلبة هذا الموسم يختلف عن المواسم البقية، إضافة إلى لاعبين جدد، لاعبين على مستوى عالي، لاعبين منتخبات وطنية. احنا كلاعبين عازمين نحقق نتائج إيجابية هذا الموسم، نرضي جماهيرنا زعلانة علينا إن شاء الله. تعرف ظروف الطلبة كل سنة هي هاي، لأنه الدعم المالي أحكي على الوزارة، أطالب بداية ما أحكي على الاستعدادات الفريق، أطالب الوزارة بأن يدعم الفريق لهذه السنة. كل سنة المشاكل هي نفسها، المرحلة الأولى الفريق يمشي بشكل عام، بس يوصل وقت المستحقات الوزارة توقف الدعم أو تتأخر بالدعم راح يأثر على الفريق. نرجع للاستعداد. استعدادنا حاليا هنا بالجامعة بشكل جيد، جايين عندي تمارين، أعتقد الفترة القادمة راح تكون صباحية ومسائية. وجود لاعبين كبار على مستوى عالي، منتخبات وطنية، لاعبين شباب حاليا استقطاباتهم، ووجود اللاعبين اللي موجودين وأبناء الطلبة اللي هم صار 2 أو 3. على غير العادة الطلبة يحاول جلب السعادة بموسم قد يعوض ما فاته لجماهيره الوفية، فهل سيعود الأنيق إلى أيامه الخوالد بتحقيق البطولات التي كانت تلازم البيت الطلابي في فترة من الزمن؟ بعد مواسمه العجاف هل سينكشف الغطاء ويعود العطاء دون الوقوع في الأخطاء؟ الطلبة يعود بأناقته المعهودة وكادر تدريبي محترف تحت ميران جديد ليوم مديد لأجل إعادة تاريخه العتيد. ثير باقر، العراقية الرياضية. أنهى التعادل السلبي المباراة الودية التي جمعت فريقي السيماوة والكوفة في إطار الاستعداد لمنافسة الدور الكروي الممتاز. في مباراة استعدادية هي الأولى لفريق نادي السيماوة بكرة القدم، استقبل الوافد الجديد إلى دوري نادي الكوفة وعلى ملعبه. المباراة كانت الأولى أيضا لبعض لاعبي الفريق السيماوي من الشباب والهواة الذين تجاوزوا الاختبارات. المباراة بدأت بسيطرة سماوية وهجمات مرتدة من الضيوف ولكن دون أهداف. شاركنا أكثر من 20 لاعب في هذه المباراة للوقوف على مستوى اللاعبين جميعا. الاستفادة من هذه المباراة كبيرة حقيقة، يعني شخصت عندنا الأخطاء اللي بعض اللاعبين، واحنا بداية الإعداد يعني ما صار أكثر من أسبوعين. ينتظرنا معسكر تدريبي في بغداد في الأسبوع المقبل إن شاء الله. شوط المباراة الثاني لم يختلف عن الأول، المدربان أشركا عددا كبيرا من اللاعبين في محاولة للإفادة القصوى من المباراة، فيما سجل البعض من اللاعبين وبشكل خاص خط الوسط في فريق السماوة الانسجام المطلوب والذي ساعدهم في بناء هجمات مؤثرة
وإن لم تفلح في تسجيل الأهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. بالحقيقة اليوم قدمنا مباراة جيدة مع نادي السماوة، ونادي السماوة بالمقابل قدم مباراة جيدة. الحمد لله، هي مباراة استعدادية، هي مباراة تجريبية، نحاول قدر الإمكان نقف على أخطائنا، على نقاط قوتنا نعززها. إن شاء الله بهذا الموسم يكون الكوفة رقم صعب إن شاء الله. اللاعبين قدموا اللي عندهم إن شاء الله، والكادر يعني بعد ما كمل شغله ويا اللاعبين حتى تظهر الخطط التكتيكية وإن شاء الله القادم أفضل. وينتظر الفريق السماوي برنامج للإعداد يتمثل في إقامة مباريات تجريبية ومعسكر داخلي استعدادا للدور العراقي الكروي، ودفاعا عن ألوان الفريق والرغبة في التحول إلى رقم صعب في المنافسات، وهو هدف مشروع لجميع الفرق الرياضية. لقناة العراقية الرياضية، فارس الوهامي، المثنى. وإلى الديوانية، حيث يواصل فريقها الكروي تحضيراته لمباراة الدوري الكروي الممتاز التي تنطلق منافساته في 20 من الشهر المقبل. بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات عن دوري الكرة الممتاز، عاد فريق نادي الديوانية ليسجل حضوره في منافسات الموسم المقبل، حيث باشر مبكرا بتدريباته اليومية استعدادا لخوض المنافسات والظهور بأفضل مستوى بقيادة كادره التدريبي والمدرب سامي بحت. مستمرين بوحداتنا التدريبية اليومية، وهذا الأسبوع دخلنا بالأسبوع الرابع، أسبوع توظيف والتكتيك، بعد ما رفعنا معدلات اللياقة البدنية لمستويات ممتازة جدا. ولعبنا المباراة الثالثة الودية أمام الكرخ أول أمس وتعادلنا بها. بدينا مبكرا يعني إذا ما قرنا بإعداد الفرق، بقية الفرق في دوري النخبة العراقي الحالي، ولأن يعني الحقيقة الصورة ما واضحة في يعني المعالم اللي يمشي عليها الدوري العراقي بالوقت الحاضر، هل هو مجموعة واحدة أو مجموعتين. بس هذا الموضوع ما أثنانا أنه نعد فريقنا بشكل صحيح. ضعف الإمكانيات وعدم توفر الدعم المادي والمعنوي للفريق شكل عائقا لعمل الهيئة الإدارية التي عملت بجهودها الذاتية بتوفير المستلزمات والتجهيزات الرياضية وتهيئة المباراة الودية مع الفرق الأخرى والتعاقد مع اللاعبين. مشكلتنا الأساسية اللي جاي نعاني من عندها واللي راح بصراحة أحكيها على حافة الانهيار النادي، يعني نادي دوري ممتاز وداخل بالمنافسة ما يقدر يدبر رواتب الشهر الأول للاعبين، ورئيس النادي وأعضاء الهيئة الإدارية محتارين شلون يدبرون أمورهم. طرقنا كل الأبواب وجاي نطرق وراح نستمر نطرق الأبواب. إذا ما حصلنا نتيجة فبالأخير يكون الرأي الأخير للجمهور هو اللي يحسم الأمور. رفع مستوى الأداء البدني والمهاري للاعبين والظهور بأفضل مستوى خلال منافسات الموسم الكروي المقبل هو ما يطمح إليه اللاعبون والجماهير الرياضية في المحافظة. إن شاء الله يعني نطلع بصورة أفضل ما كنا قبل كم سنة، وإن شاء الله نشوف للأندية وللعالم والجمهور أنه نادي الديوانية يقدر أنه يجار الفرق ويقدر يلعب بالدوري الممتاز. نتطلع على أن تكون هناك الصورة الحقيقية التي عرف عنها نادي الديوانية إن شاء الله، رغم الظروف الصعبة المالية التي يمر بها الفريق، لكن التفاؤل حاضر بدعم الجماهير ودعم الناس الخيرة. سليم تحسين، الرياضية العراقية، الديوانية. أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي عن اختيارها لملعبي البصرة وكربلاء الدوليين كأرض مفترضة لفريقها الكروي المشارك في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل. وأفادت الإدارة أنها أرسلت كتابا إلى الاتحاد الآسيوي حول اختيار أحد الملعبين في حال رفع الحظر عن الملاعب العراقية. كما بينت أنه في حالة رفض الاتحاد الآسيوي ستختار إدارة الجوية أحد الملاعب القطرية لخوض منافسات البطولة. تغلب منتخب نجوم العراق على رواد محافظة الموصل ب5 أهداف مقابل 3 أهداف في اللقاء الذي جاء من أجل دعم أم الربيعين بعد تحريرها من عناصر تنظيم داعش. حولها الإرهاب إلى كومة خراب وصيرها الأبطال حرة
أنها عروس العراق الموصل، فبعد كل ذلك لابد أن يكون للرياضة نصيب فحل بها العطل وتوقفت لسنوات طوال. ومن هنا تأتي المعاني الحقيقية لكرة القدم عندما جمعت الإخوة أبناء الجلدة الواحدة على ملعب اللقاء بعد التحرير. والله مبادرة جيدة جدا يعني من أخوتنا ولاعبي المنتخب، يعني احنا نشكرهم شكر جزيل على استضافتهم لنا. تعرف نحن صار لنا 3 سنين مبتعدين عن الرياضة، ومدينة يعني شبه منكوبة وماكو لا مسؤول ولا أي دعم لمدينة الموصل نهائيا. المبادرة حلوة وجميلة، يعني صارت بين رواد الموصل ورواد المنتخب، يعني فشي جميل أن يعود الحياة للموصل وحياة طبيعية والحياة الرياضية يعني في مدينتنا اللي النكبت تقريبا مدة 3 سنوات 4 سنوات، يعني انتهت الرياضة عامة فيها. فالحمد لله وشكر يعني من نجي ونشوف هيك أجواء ونشوف هيك استقبال يعني رائع من أخوتنا وزملائنا الرياضيين القدامى، يعني مع احتراماتي لكل الرياضيين الموجودين. فشي يعني مبادرة حلوة، يعني عكست صورة أن يعني نتمنى حياتنا يعني كانت قبل هذا الشيء. نجوم الكرة العراقية يعون تماما أن لكرة القدم رسائل شتى عنوانها واحد، هو الإنسانية السمحاء. لذا جاءوا بهذه المبادرة بإقامة مباراة كرنفالية على ملعب نادي الصناعة الرياضي. إذ تلون الملعب بأسماء بارزة في كرة القدم العراقية عموما والموصلية على وجه التحديد. كانت مبادرة أنه احنا نستضيف لاعبي الموصل هنا ببغداد، يعني لأمور عديدة، لعل من أهمها أنه احنا نخرجهم من ذاك الوضع التعبان حقيقة اللي مروا به. اتحاد كرة القدم مشكور أيضا، هو ساهم في إمكانية يعني استضافتهم يومين بأحد فنادق بغداد، وبالتالي احنا يعني كانت مو بس تظاهرة رياضية حقيقة، كانت تظاهرة إنسانية اجتماعية. كرة القدم تبقى رسالة إنسانية بين الشعوب العالم كلها، وإحنا العراقيين تعودنا مثل هيك مبادرات، فاليوم ما قدمناه لمحافظتنا الموصل شيء قليل، وإن شاء الله باقي الأيام إن شاء الله بالمستقبل القريب راح نشوف المحافظات اللي ضررت ممكن إحنا راح يوجهوا لنا دعوة ونروح لهم حتى الناس يعرفوا إن الرياضة هي اللي جمعتنا. فنشكر كل من ساهم بهاي الاحتفالية أو هذا الجمع الجميل إن شاء الله. عودة الرياضة الموصلية والإخوان اللي يشرفونا اليوم من الموصل رواد كرة القدم، أنا سعيد جدا أن أتواجد يعني بيناتهم وبين نخبة من نجوم الكرة العراقية اللي يمثلوا المنتخبات الوطنية، وفي نقدر نقول احتفاء بسيط جدا بأهالي الموصل وبعودة الرياضة للموصل إن شاء الله. ثمة ما يخلد ويوثق تلكم المواقف، إنها الذكرى التي تمكث في نفوس الجميع عبر تبادل للهدايا والقبلات والأحضان في ختام مباراة جاءت بأبعاد عديدة. عدي حاتم، العراقية الرياضية. يواصل فريق الديوانية تحضيراته لمباريات الدور الكروي الممتاز التي ستنطلق منافساته في الشهر المقبل. بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات عن دور الكرة الممتاز، عاد فريق نادي الديوانية ليسجل حضوره في منافسات الموسم المقبل، حيث باشر مبكرا بتدريباته اليومية استعدادا لخوض المنافسات والظهور بأفضل مستوى بقيادة كادره التدريبي والمدرب سامي بحت. مستمرين بوحداتنا التدريبية اليومية، وهذا الأسبوع دخلنا بالأسبوع الرابع، أسبوع توظيف والتكتيك بعد ما رفعنا معدلات اللياقة البدنية لمستويات ممتازة جدا. ولعبنا المباراة الثالثة إن الودية أمام الكرخ أول أمس وتعادلنا بها. بدينا مبكرا يعني إذا ما قرنا بإعداد الفرق بقية الفرق في دوري النخبة العراقي الحالي، ولأن يعني الحقيقة الصورة ما واضحة في يعني المعالم اللي يمشي عليها الدوري العراقي بالوقت الحاضر، هل هو مجموعة واحدة أو مجموعتين. بس هذا الموضوع ما أثنانا أنه نعد فريقنا بشكل صحيح. ضعف الإمكانيات وعدم توفر الدعم المادي والمعنوي للفريق شكل عائقا لعمل الهيئة الإدارية التي عملت بجهودها الذاتية بتوفير المستلزمات والتجهيزات الرياضية وتهيئة المباراة الودية مع الفرق الأخرى والتعاقد مع اللاعبين. مشكلتنا الأساسية اللي جاي نعاني من عندها واللي راح بصراحة أحكيها على حافة الانهيار النادي، يعني نادي دوري ممتاز وداخل بالمنافسة ما يقدر يدبر رواتب الشهر الأول للاعبين، ورئيس النادي وأعضاء الهيئة الإدارية محتارين شلون يدبرون أمورهم. طرقنا كل الأبواب وجاي نطرق وراح نستمر نطرق الأبواب، إذا ما حصلنا نتيجة فبالأخير يكون الرأي الأخير للجمهور هو اللي يحسم الأمور. رفع مستوى الأداء البدني والمهاري للاعبين والظهور بأفضل مستوى خلال منافسات الموسم الكروي المقبل
هو ما يطمح إليه اللاعبون والجماهير الرياضية في المحافظة. إن شاء الله يعني نطلع بصورة أفضل ما كنا قبل كم سنة، وإن شاء الله نشوف للأندية وللعالم والجمهور أنه نادي الديوانية يقدر أنه يجاري الفرق ويقدر يلعب بالدوري الممتاز. نتطلع على أن تكون هناك الصورة الحقيقية التي عرف عنها نادي الديوانية إن شاء الله، رغم الظروف الصعبة المالية التي يمر بها الفريق، لكن التفاؤل حاضر بدعم الجماهير ودعم الناس الخيرة. سليم تحسين، الرياضية العراقية، الديوانية. اختتمت في بغداد الدورة التدريبية فئة بي بعد أن استمرت ل3 أسابيع بمشاركة 24 مدربا. تسليح المدربين العراقيين الشباب بالشهادات التدريبية المختلفة أمر يسعى إليه القائمون على الدورات الآسيوية التي ينظمها داخل العراق، ومنها دورة بي التي اختتمت حيث شارك فيها 24 مدربا من محافظة بغداد. دورات البي هي للمتقدمين والشباب، ودورات الاي كذلك راح يشارك بالاتحاد الآسيوي، الأندية الاتحاد الآسيوي، والبرو للمنتخبات الوطنية. عندنا في مجمل اللجنة الفنية والتطوير عندنا دورات كبيرة إن شاء الله وجدول زاخر في 2018. دورة يعني كانت ما بين عملي وبين نظري في نواحي تكتيكية على مستوى عالي، وما بين نواحي ذهنية ونواحي في مستوى اللياقة البدنية. يعني زي ما قلت لك الحمد لله، يعني أتوقع أنه إن شاء الله الدورة حققت أهدافها، وهذا اللي بتقدر تأخذه من خلال المشاركين. شهادة بي التدريبية تعد من الشهادات المتقدمة في مجال تدريب فئة الناشئين والشباب، لذلك كان استيعاب واندفاع المشتركين في تلقي المعلومة كبيرا بكافة مراحل الدورة التي استمرت 21 يوما. ثمرة تعب اليوم الحمد لله ختام الدورة، واستفدنا حقيقة الكثير من هذه الدورة من خلال تواجد الأخوة المحاضرين أستاذ وليد فطافطة والدكتور قاسم لزام. الناس أعطونا الكثير من المعلومات حقيقة، يمكن لما كنا أنه لاعبين أو حتى في دورة السي، الآن الوضع اختلف لما تتقدم يوم بعد يوم. أكيد السابق كنا يمكن أكثر ما كانت تكون هيك دورات بالعراق، فبالتالي أنه المدرب عناء يتكفل بعناء السفر والمشقة. الآن الدورات صارت الحمد لله بالعراق، وهذا شيء أكيد يخدم الكرة العراقية. دورة كلش فادتنا، وخاصة احنا مدربين الفئات العمرية، راح ما اخذناه في هذه الدورة راح يصب على أجيالنا القادمة. في الختام تم توزيع الشهادات التدريبية على المدربين المشاركين الذين تفوقوا من خلال تطبيق المنهج العملي والنظري. التدريبات الإيجابية المحيطة بالدورة زادت من رغبة المدربين في التفاعل معها وتحمل جميع الضغوط، سيما التدريبات العملية. مؤيد الهاوي، قناة العراقية الرياضية، بغداد. تغلب نادي الشرطة على غريمه النفط بنتيجة 81 مقابل 72 نقطة في قمة الجولة الثانية من الدور العراقي الممتاز بكرة السلة. جماهير تجمعت إلى نصفين قسمت بانتظار قمة أشعل فتيل مدرجاتها ما إن بدأت. قمة هذه الجولة جمعت فريق الشرطة بفريق النفط، فكتيبة الشرطة بقيادة المدرب محمد فاضل كشرت عن أنيابها منذ البداية لتحسم شوط المباراة الأول بفارق نقطتين وبنتيجة 38 نقطة مقابل 36، ولم يتغير شيء في شوط المباراة الثاني، فالشرطة قد هيمنت على المباراة، ولم يستطع قائد النفط خالد يحيى من إيقاف تحركاتها صوب سلتهم التي عانت ما عانت من رفاق محمد صلاح يدون الانتصار الثاني تواليا وبنتيجة 81 نقطة مقابل 72 للنفط. احنا خلطتنا على هاي المباراة خلال 4 أيام. تدري رجعنا من الناصرية وانه مباراة ما عندنا، لان فريق النفط كان المفروض يروح الى المغرب، وتفاجئنا يوم الخميس بالليل انه عندنا مباراة يوم الاثنين. عندي اصابات، فقدرنا خلال 4 أيام تكاتف الجميع، خلية واحدة، قدرنا أن نوفر 5 وحدات تدريبية. الإدارة دعمتنا بشكل كبير. مبروك النادي الشرطة هذا كنادي النفط. طبعا تحفة المباراة كانت كلش قوية اليوم. سبق واحنا الموسم الماضي خسرنا مع فريق النفط 6 مباريات. سبق وان قلت القيثارة تمرضات تموت. الحمد لله اليوم فريق قدم مباراة جيدة.
ان شاء الله تكتمل هاي الانتصارات، واحنا عازمين على لقب دور ان شاء الله هاي السنه ان شاء الله. بالنسبه فريقهم تدري انت هم بدلاء لاعبين 12 لاعب منتخب العراق، يعني اللي يلعبون وعد البديل اللي موجود. انا كان ما عندي البديل، يعني اكثر من واحد اثنين بدلته وكان ما موفقين اكيد فريقنا، بس انا اعتب بصراحه على التحكيم. الشرطة تحصد نقاط المباراة لتكسر شوكة نحس الموسم الماضي وتقبض على النفط وعلى صدارة الترتيب من قاعة الشعب على هيكل العراقية الرياضية. وسجل فريق الجيش فوزا كبيرا على فريق السينية ب35 هدفا مقابل 13 في المباراة التي جرت بينهما ضمن الدور الأول من دور النخبة بكرة اليد. الصوت كنا احنا مسيطرين حتى وصلنا 4-3 الفريق كان مستقر، ولكن الفارق اللياقي البدني اللي عندنا تمنى مع نادي الجيش. نادي الجيش لاعب المنتخبات التدريبي، فريق العام كان على العرب، احنا فريق السنه صعدنا للنخبه، بس لا احنا نتوقف ان شاء الله. الصوت الثاني نعمل الاخطاء اللي وقعنا بها نصححها. هذه الشوط الثاني تصعيدات شباب لاعبين غير مجهزين مطلوبه، ولكن نادي الجيش هربت نادي السنين. كنت تعرف انطلاقه الدوري اليوم ماشي لعبات كثير، الحمد لله بدايه موفقه ان شاء الله نادي الجيش، نطمح للافضل اكيد، وان شاء الله القادم افضل للفرق عن نادي السنين او نادي الجيش. يستعد المنتخب الوطني لرفع الأثقال للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان. عندما تتوفر المتطلبات وتتاح الفرصة وتبدو اللهفة المنطلقة من الثقة بالنفس، لم يبقى إلا التجسيد الفاعل للنجاح. هكذا ينظر المنتخب الوطني لرفع الأثقال لمهمته الجديدة، عندما تشارك منتخبات العراق للمتقدمين والشباب والناشئين والنساء في بطولة غربي آسيا التي ستقام في الأردن، إذ ينتظر المنتخب أن يسجل نجاحا جديدا لرياضة الإنجازات. تشوف الرباعين والاهتمام من الاتحاد واهتمام من الناس المسؤولين بالرياضة على هذه بطولة من البطولات اللي القوية، واحنا ان شاء الله بجهود هالابطال هذول نشوفهم نقدم ان شاء الله ونخدم الرياضة العراقية ونقدم بما يكفي بانجازاتهم، لان هاي اللعبة مو من الالعاب السهلة، هاي اللعبة اللي قدمت للعراق والتاريخ العراق الوسام الأولمبي المرحوم عبد الواحد عزيز. الرباعون بمختلف الأعمار والأوزان أظهروا اندفاعا عاليا في التدريبات اليومية
التي تسير وفق ما وضعه المدرب في المنهاج، لذا أكدوا أنهم عازمون على العودة بأوسمة التفوق بل وحصاد وفير يجعلهم على رأس فرق البطولة. تدريباتنا مكثفة إن شاء الله، بعد يوم نشارك في غرب آسيا في العاصمة عمان بالأردن، إن شاء الله الله ما يضيع تعبنا ونرفع راية العراق عالية. إن شاء الله استعداداتنا زينة وإن شاء الله نطمح رفع العلم لرفع العلم العراقي إن شاء الله. إن شاء الله نطمح بالمراكز وإن شاء الله نخدم العراق بأحسن تمثيل إن شاء الله. استعدادنا مكثف على هذه البطولة إن شاء الله نحسب المراكز المتقدمة، والعراق عازم على تحقيق المركز الأول في بطولة غرب آسيا والتوفيق للجميع إن شاء الله. ما زالت رياضة رفع الأثقال تتميز بأنها صاحبة الوسام الأولمبي العراقي الوحيد، لكن هذا لا يكفي، إذ يسعى أبناء اللعبة لأن يتوجوا جهودهم بإحراز وسام أولمبي يعزز ما حققته الرياضة ويضيء تاريخها بإنجاز يرفع رأس الشموخ. عدي حاتم، العراقية الرياضية. بدأ الاستحقاق الانتخابي يجتاح الأندية المتخصصة والتابعة للجنة البارالمبية العراقية في عموم المحافظات. الاستحقاق الانتخابي بدأ يجتاح الأندية المتخصصة والتابعة للجنة البارالمبية العراقية في عموم المحافظات من أجل اختيار وتجديد الثقة بأعضاء تلك الأندية. بدأت أول انتخابات للأندية التخصصية اللي هي نادي ذي قار للمعاقين. هذه الانتخابات حتى تكون عندهم شرعية، تعرف قرارات مجلس الوزراء الصدرت الأخيرة بضرورة إجراء الانتخابات. طبقنا قانون 18 لسنة 86 اللي احنا نأيده، هذا يعطي شرعية كاملة للانتخابات، خاصة الأندية بالدرجة الأساس تأخذ المنح من قبل وزارة الشباب اللي هي أساسا تابعة للحكومة العراقية. نادي ذي قار لذوي الاحتياجات الخاصة أجرى انتخاباته في العاصمة بغداد وبحضور 28 من أصل 40 في الهيئة العامة. البداية تمت الموافقة على التقريرين المالي والإداري للنادي، بعدها جرت الانتخابات والتي أفرزت النتائج بتجديد الثقة لرئيس النادي عبيد عنيد، إضافة إلى فوز أغلب أعضاء الهيئة الإدارية السابقة ليكتمل عددهم وهم 6 أعضاء. إن شاء الله هدفنا تطوير الألعاب، يعني تعرف نادي ذي قار صاحب نتائج متميزة على مستوى القطر، يعني أغلب الألعاب احنا حاصلين على نتائج الأول وثاني، وإن شاء الله الفترة القادمة إن شاء الله ال4 سنوات القادمة إن شاء الله نكون أكثر عطاء. انتخبونا للشباب وإن شاء الله نقوم بخدمتهم وخدمة النادي. سعينا هذا، احنا كنا كلاعبين منتخب، بالنسبة لي أنا كلاعب منتخب وأحب أن أخدم على طريق الهيئة الإدارية كل لاعبين، لأن أنا معوق وأعرف ظروف اللاعبين المعاقين. الهيئة الإدارية وفت بوعودها، كانت لنا هيئة سابقة واليوم انتخبت هي الهيئة نفسها، ولكن ضاف لها الكابتن علي كاظم مسلم عضو جديد، وإن شاء الله يكونون عند حسن الظن ويوفون لنا ويقدمون ما هو جيد للرياضة العراقية. الأيام القادمة ستشهد انتخابات جميع الأندية لذوي الاحتياجات الخاصة في العراق. بعد ذلك ستتهيأ الأجواء للانتخابات العامة في اللجنة البارالمبية العراقية. أحمد ياسين، العراقية الرياضية. بعد غياب دوري اتحاد لعبة التايكوندو، بات تنظيم البطولات للمواهب على عاتق المدارس المتخصصة ومراكز رعاية الموهوبين. غياب المواهب والفئات العمرية في لعبة التايكوندو أمر مرفوض، خصوصا والاتحاد المعني باللعبة غائب منذ قرابة 3 أعوام، واللجنة الأولمبية تأخذ دور المتفرج. هذا الأمر جعل الفرق ومركز رعاية الموهبة الرياضية والمدارس المتخصصة تحمل على عاتقها تنظيم البطولات والتجمعات لهذه الفئات، ومنها بطولة المواهب الرياضية في موسمها الثالث للحفاظ على القاعدة من الاندثار. أنشطة اتحاد التايكوندو صار الموسم الثالث متوقفة، واللجنة الأولمبية لم تقيم أي انتخابات لاتحاد التايكوندو، وكما تعرف أنه هاي فئة الناشئين ضرورية جدا رفض المنتخبات الوطنية بالمواهب، فهذه المواهب تخرج من خلال المنافسات الحقيقية حتى نعرف المستوى مالهم لأي مرحلة تطور، أي مرحلة وصلت. المغزى من هذه البطولة إن شاء الله وهي الناشئين والأشبال والشباب لكي نرفد المنتخبات الوطنية بهكذا لاعبين إن شاء الله
واعدين. البطولة لهذا الموسم شارك فيها 6 فرق، هي فريق الشعلة والمركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية ومؤسسة المواهب ومدرسة الصقر ومدرسة الأبطال ومدرسة السعدون، إضافة إلى شبلات مؤسسة المواهب والمركز الوطني لرعاية الموهبة. عندنا ابراز عدد من اللاعبين، فعندنا لاعب مؤمل جاء عقد من الشرطة، وعندنا لاعب عبد الله باسم جاء عقد من الشرطة أيضا، وعندنا لاعبين مثلوا بالمنتخب الناشئين بالممسي. وحصلت على المركز الأول في هذه البطولة، وأطمح أن أكون من اللاعبين في المنتخب العراقي. أنا دخلت بهاي البطولة الناشئية على مود أمثل بلدي بالمستقبل بالخارجي والداخلي. في النهاية العطاء كان مميزا فرقيا، حيث حصد فريق الصقر المركز الثالث، فيما حل وصيفا فريق السعدون في البطولة، وتوج المركز الوطني بالمركز الأول. وعلى هامش الاختتام تم تكريم رواد اللعبة. مؤيد الهاوي، قناة العراقية الرياضية، بغداد. هذا وحقق فريق الناصرية بطولة العراق للتنس الكراسي التي ختمت في بغداد بمشاركة 14 فريقا. على مدى يومين وتحت إشراف اللجنة البارالمبية العراقية، الاتحاد العراقي لتنس الكراسي ينظم بطولة العراق للشباب والمتقدمين التي شاركت فيها أندية ولجان من مختلف المحافظات. الضائق المالية التي تمر بها اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية لعدم تخصيص الأموال الكافية لإقامة بطولات العراق والبطولات الخارجية، لكن كان إصرار من المكتب التنفيذي على إقامة بطولات العراق. وهذا اليوم تقام بطولة تنس الكراسي بمشاركة 14 فريق، 8 لجان فرعية و6 أندية تخصصية برياضة المعاقين. ذلك يهدف لاختيار لاعبين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. فريق الناصرية هيمن على هذه البطولة عندما وصل 4 لاعبين إلى النهائيات، فقد أقيمت مباراة نصف النهائي بين اللاعبين حسين حامد ومحمد مهدي، التي حسمها حسين حامد بواقع مجموعتين قوامها 6-0 و6-1 ليتأهل إلى المباراة النهائية. وفي المباراة الثانية تأهل اللاعب حسين خليل إلى المباراة النهائية أيضا عندما انتصر على اللاعب محمد طالب بمجموعتين 7-6 و6-4 ليحسم بعد ذلك لقب البطولة اللاعب حسين حامد بعد فوزه على اللاعب حسين خليل بمجموعتين 7-5 و6-0. والله أنا كنت رابع على العراق، وهاي السنة شديت حيلي وتمرينات ما تمرينات، ويعني شلون ما تقول 24 بالساعة بالساحة، فقدرت أوصل المركز الثاني والحمد لله تنافسنا على الأول والثاني. الحمد لله حصلت على مركز الأول في بطولة العراق، كانت مستويات كلش جيدة والبطولة كانت كلش حلوة ومشتركين لاعبين جدد وصعدوا من ضمن اللاعبين الناشئين والشباب للفئات المتقدمين من الفئات الناشئين إلى الشباب. احنا من محافظة بغداد لعب منتخب ناشئين وكان تنظيم بطولة كلش جيدة هاي السنة إن شاء الله، وحصلت مركز ثالث على العراق بالدوري الناشئين وإن شاء الله القادم أفضل. نتائجنا أفرزت بشكل عام في هذه البطولة على إحراز فريق ذي قار المركز الأول، ولجنة كربلاء المركز الثاني، فيما حل في المركز الثالث نادي الوسام. أحمد ياسين، العراقية الرياضية. أحبتي المشاهدين، ابقوا معنا والأخبار العالمية لكن بعد الفاصل.
البداية من إنجلترا، حيث شهدت العاصمة البريطانية لندن توزيع جوائز أفضل رياضي لعام 2017 في الحفل السنوي الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكانت حصة الأسد لريال مدريد الإسباني. حصد كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد ومنتخب البرتغال على جائزة أفضل لاعب في العالم بالحفل الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في العاصمة البريطانية لندن، بعد تفوقه على الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان. وبهذا يعادل دون الرقم القياسي لميسي بتتويجه باللقب للمرة الخامسة في مسيرته والمرة الثانية على التوالي. كما شهد الحفل حصول زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على لقب أفضل مدرب، ونال الإيطالي جان لويجي بوفون جائزة أفضل حارس مرمى، وتوج أوليفيه جيرو لاعب أرسنال ومنتخب فرنسا بجائزة بوشكاش التي تمنح لأجمل هدف. هذا وفازت لاعبة الجناح الهولندي ليكي مارتينز بلقب أفضل لاعبة لهذا العام بعد أن فازت مع بلدها هولندا بلقب أوروبا على أرضها، وتعاقدت بعدها للعب مع برشلونة الإسبانية. كما خطف بطل اسكتلندا سيلتيك لقب المشجعين، وفاز لاعب توغو الدولي فرانسيس كوني بجائزة اللاعب النظيف بعد أن أنقذ حياة لاعب في مواجهة بالدوري التشيكي لكرة القدم، وهي ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها لإنقاذ اللاعبين. لقناة العراقية الرياضية، آلاء علي. حدد الحرس الإيطالي بافون نهاية الموسم الحالي موعدا لاعتزاله كرة القدم نهائيا، ولن يتراجع عن قرار إلا بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. وقال بافون في تصريحات صحفية إنه الموسم الأخير له وبعدها سيعل اعتزاله، لكنه سيتراجع عن القرار فقط إذ تحقق الفوز بدوري أبطال أوروبا. وعن فوزه بجائزة أفضل حارس قال إنه شعور رائع حيث أحسست بفخر شديد وأنا أفوز بجائزة أفضل حارس في العالم. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بافون عن اعتزاله في نهاية الموسم، لكنه يبدو الآن جدي بعد تراجع مستواه هذا الموسم. وإلى كأس الرابطة، حيث شق حامل اللقب مانشستر يونايتد طريقه إلى الدور ربع النهائي بفوزه الصعب على مضيفه سوانزي سيتي بهدفين نظيفين في الدور الثمن النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فيما حول أرسنال تأخره أمام ضيفه نوريتش سيتي إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد. وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون ب4 أهداف مقابل هدف واحد عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية، في حين تفوق ليستر سيتي على ضيف ليدز يونايتد ب3 أهداف مقابل هدف واحد. اكتسح ارسنال مضيفه ايفرتون ب5 أهداف لهدفين ضمن الجولة التاسعة من الدور الإنجليزي لكرة القدم. سجل أهداف ارسنال كل من مونريال ومسعود أوزيل وألكسندر لاكزيت وأرون رامسي وسانشيز، فيما سجل ليفرتون واين روني وعمر نياسي. وحقق توتنهام فوزا ساحقا على حساب ضيفه ليفربول ب4 أهداف ل1، وسجل أهداف توتنهام وهاري كين هدفين سون هيونغ مين وديلي إلي، فيما سجل هدف ليفربول المصري محمد صلاح. في كأس ملك إسبانيا، حقق حامل اللقب برشلونة فوزا سهلا على مضيف ريال موريسيا ب3 أهداف دون مقابل في ذهاب الدور الثاني والثلاثين من كأس ملك إسبانيا. سجل ثلاثية الفريق الكتالوني كل من ميباكاو ألكسير وجيرار دوليفيو وجوزي أرينانيز في الدقائق 44 والثانية والخمسين والسادسة والخمسين. وللنتيجة ذاتها تحقق إشبيليا مضيفه قرطاجا وحملت ثلاثية إشبيليا توقيع بابلو ساربيا وأخواكين كوريا ولويس موريبيل. وحقق ريال مدريد فوزا هاما على ضيف بار ب3 أهداف نظيفة في الجولة التاسعة من منافسات الدور الإسباني لكرة القدم. سجل الثلاثية كل من ماركو إيسونسو ومارسيلو، فيما سجل باولو أوليفرا بالخطأ في مرمى. وعاد أتلتيكو إلى سكة الانتصارات بعدما حقق فوزا صعبا على حساب مضيفه سيلتا فيغو بهدف نظيف حمل أمضاء الفرنسي كيفين غاميرو. أمطر فريق بروسيا دورتموند شباك مضيفي ماغدوبورغ بخماسية نظيفة في مواجهتهما في كأس ألمانيا.
ب5 أهداف نارية ووسط أجواء تشجيع حماسية. سحق بروسيا دورتموند مضيفه ماغدبورغ ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا، وبذلك تأهل بروسيا دورتموند حامل اللقب إلى ثمن نهائي البطولة. وتصدى حارس المضيف السويسري رومان لمحاولات عديدة ليحافظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة 42 عندما سجل اللاعب كاسترو الهدف الأول. وانتهى الشوط الأول بهذا الهدف، لكن دورتموند أمطر شباك مضيفه في الشوط الثاني ب4 أهداف، حيث أضاف المهاجم السويدي ألكسندر إسحاق الهدف الثاني لبروسيا عند الدقيقة 47 بعد أن وصلته الكرة في منطقة الجزاء من الجهة اليسرى عن طريق اللاعب ماكسيميليان فيليب. وأضاف الأوكراني أندري الهدف الثالث للضيوف عند الدقيقة 73 من ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع ستيفن. وسجل المدافع الأسباني مارك الهدف الرابع لفريق دورتموند عند الدقيقة 79. واختتم الياباني شينجي الخماسية في الدقيقة 90. لقناة العراقية الرياضية صفاء سعدي. وسحق فريق سبورتينغ ضيف تشافيز ب5 أهداف لهدف ضمن منافسات الدور البرتغالي لكرة القدم. التفاصيل في التقرير التالي. ضمن منافسات الدور البرتغالي لكرة القدم، عاد سبورتينغ لشبونة لتذوق طعم الفوز ضمن الجولة 9 من البطولة بعدما دك شباك ضيفه تشافيز ب5 أهداف مقابل هدف واحد على ملعب جوزي الفالادي. تناوب على تسجيل خماسية الفريق العاصمي الثنائي الهولندي باستوست والأرجنتيني ماركوس أكونيا، بعدما سجل الأول ثلاثية هاتريك في الدقائق 6 و12 و75، بينما سجل الثاني ثنائية في الدقيقتين 39 و58. فيما تكفل الجناح البرازيلي دافيدسون بتسجيل هدف الشرف للضيوف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء. وبهذه النتيجة العريضة يستعيد رجال المخضرم جورجي جيسوس ذاكرة الانتصارات في المسابقة بعد 3 تعادلات متتالية ليرفع رصيده ل 23 نقطة ويواصل تضييق الخناق على المتصدر بورتو صاحب 25 نقطة، فيما ظل رصيد تشافيز عند 8 نقاط في المركز 14 مؤقتا. للعراقية الرياضية إيناس محمد. وعاد بورتو إلى سكة الانتصارات في الدوري البرتغالي بعدما دك شباك ضيفه باسوش دي فيريرا ب6 أهداف مقابل هدف واحد. تغلب فريق بورتو ب6 أهداف مقابل هدف واحد على فريق باكوس فيريرا في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم. بورتو كسر حاجز التعادل في الدقيقة 4 عن طريق بيريرا ريكاردو، وبعدها ب4 دقائق سدد فيل ويلتون كرة قوية سكنت شباك بورتو مسجلا هدف التعادل لأصحاب الأرض. وفي الدقيقة 18 استرد فريق بورتو تقدمه بهدف أحرزه فيليبي، وبعدها ب7 دقائق عزز بورتو تقدمه بهدف ثالث سجله موسى ماريغا الذي أضاف أيضا الهدف الرابع في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني واصل فريق بورتو هيمنته على مجريات اللعب وسجل هدفين بواسطة سيرجيو كينسيساوا وفينسنت أبو بكر، وبهذه النتيجة حافظ بورتو على صدارته لترتيب العامل 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق سبورتينغ لشبونة. لقناة العراقية الرياضية آلاء علي. شكرا للمتابعة أحبتي المشاهدين، انتهى حصاد الرياضية، نلتقيكم بإذن الله تعالى. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج. إلى اللقاء. إلى اللقاء.